السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج وصال. يا ترى تابعتوا الفترة الأخيرة ترندات السوشيال ميديا؟ البلوجر المشهورة اللي قررت إنها توثق لحظة خلعها للحجاب قدام ملايين المتابعين عشان الريتش يعلى شوية، ولا الفنان اللي قرر يطلق مراته في ستوري على انستجرام؟ النهاردة هنفتح ملف ترندات السوشيال ميديا بين التسلية وبين الحرمانية، في زمن الستر بقى فيه عملة نادرة ومحدش بيتكلم عنه، وزمن الترندات بقت الفضايح، بقت حاجة عادية جدا أي حد معدي بيشوفها. النهاردة هيكون ضيف حلقتنا الكريم اللي مشرفنا الشيخ سمير البنا، إمام وخطيب متطوع في وزارة الأوقاف وماجستير الشريعة الإسلامية والقانون العام. أهلا بحضرتك يا شيخ سمير. يا أهلا وسهلا ومرحبا، منورنا. عزكم الله. ربنا يكرمك يا رب. في البداية يا شيخ سمير، هل متابعتنا لترندات السوشيال ميديا دي تعتبر من باب الترفيه المباح، ولا دي بتدخل تحت بند الغيبة والنميمة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، مني إليك أيا حبيب تحية، فعسى بها في الحشر أن تلقاني، فتقول يا رب اعف عنه فإنه قد كان يمدحني بكل مكان. يا رب صل على الحبيب وآله، يا رب عطر بالصلاة لساني، وأزل بها همي وفرج كربتي، حرم بها جسدي على النيران، واجعل رسول الله عندك شافعي في يوم تنصب ربنا ميزاني. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أما بعد، طبعا السوشيال ميديا والإنترنت والفيسبوك وكل وسائل التواصل الاجتماعي والموبايل وكل هذه الوسائل، أولا يجب أن يعلم الإنسان أنها نعمة من الله عز وجل إن هو استغلها الاستغلال الصالح، والنعم على كل مسلم أن يشكرها. ربنا سبحانه وتعالى لما تفضل علينا بهذه النعم أوجب علينا شكر النعم حتى تقر النعمة وتزداد، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويظن بعض الناس إن شكر النعمة مجرد أن يقول الحمد لله بلسانه. تقول له أنت بتشكر؟ يقول لك ما أنا بقول الحمد لله. وحقيقة الشكر غير كده خالص. الشكر يكون باللسان وبالجنان بالقلب وبالجوارح والأركان. باللسان أن يقول العبد الحمد لله، وبالجنان بالقلب يعني أن يعتقد أن المنعم المتفضل هو الله عز وجل، وإن أجر الله عز وجل النعمة على يد أحد من الناس. وشكره بالقلب أن يعتقد هذا الاعتقاد أن المنعم المتفضل هو الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. ويشكر الناس أيضا هؤلاء الذين أجر الله عز وجل النعمة على أيديهم. قال صلى الله عليه وسلم لم يشكر الله من لم يشكر الناس. ويشكر بالجوارح والأركان، وده مهم جدا بقى، بمعنى أن يستخدم النعمة في طاعة الله. إنما يستخدمها في معصية الله يبقى كفر للنعمة، فتزول هذه النعمة ويحاسب ويعاقب عليها عند الله عز وجل. قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا. الشكر بالعمل إن أنا أستخدم هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، وأن أستخدمها في مساعدة خلق الله عز وجل في مصالحهم. طيب، السوشيال ميديا والترندات والحاجات ديت هل هي للتسلية فقط؟ وهل هي مباحة ولا فيها عقوبة؟ طبعا حسب الاستخدام. ما هو في يقول لك أنا بتفرج، أنا ما اشتركتش، ما قعدتش مع حد، اتكلمت على حد، أنا بتفرج زي الناس كلها وبشوف الأخبار إيه. طيب، لو هو بيتفرج على عمل نافع زي إيه؟ أي منشورات فيها دعوة للخير وصلاح الناس، أو فيها بعض الترفيه اللي ما فيهوش
إخلال، ده ما فيش مشكلة خالص. الإنسان يعني مش هيقعد منقطع للطاعة وللعبادة ولا ساعة وساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الساعة التانية دي الساعة الأولى للطاعة وللعمل، والساعة التانية اللي مقصود بيها ترفيع النفس بالمباح. الو أما إن كان الو معلش انا اذن. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مروه، عامله ايه؟ الحمد لله بخير الحمد لله. مين بيكلمنا؟ ساميه محمد. ازيك يا ساميه عامله ايه؟ والله الحمد نورتي لله. البرنامج. يعني مش عارفه اقول لك موضوع الحلقه النهارده هو اللي ترند فعلا. حبيبتي ربنا يخليكي يا يعني ساميه. اقول لك موضوع حيوي، والاول برحب طبعا بفضيله الشيخ. عزكم ونور الله. الدنيا كلها. ربنا يخليكي. عزكم الله، لي الشرف والله. والله يا شاب نورتنا حضرتك ربنا يرفع فعلا، ضيف قدرك. يعني بتنور الدنيا حقيقي. ربنا راديو سكوب ربنا يخليكي. وبتنورنا وبتفيدنا. ربنا ليه يخليكي الشرف. يا ساميه. ربنا الله يخليكي. يخليك. انا سعيده جدا انك كلمتينا. عايزه اعرف رايك بقى في موضوع السوشيال ميديا. هل انت بتشوفي الترندات انها تسليه عاديه ممكن تقعدي تضيعي فيها وقت، ولا بتشوفيها انها بتندرج بقى تحت الغيبه والفضايح والكلام ده؟ انت عارفه يعني المشكله ان كلمه ترند تحسي انها حاجه كل الناس متجمعه عليها، فعلا فنفسك يكونوا متجمعين على حاجه حلوه. على ترند كويس. للاسف مم. دلوقتي ربطنا كلمه ترند بكلمه للاسف. فعلا. واحده خارجه عن التقاليد، اسلوب مش حلو راجل مع مراته، زوجه مش عارفه بتقول الفاظ كذا، فربطنا كلمه ترند بحاجه وحشه. ده حاجه اصلا مؤذيه للمشاعر. انا حتى مش بعتبرها تسليه، انا بعتبره حاجه غير اخلاقيه يعني فعلا. بالنسبه لي انا. ايوه فعلا عندك حق. بالنسبه لي انا نفسي يبقى الترند برنامج دوله التلاوه. ايوه الترند مثلا برنامج وصال مروه المحلاوي. حبيبتي ربنا يخليكي يا ساميه. يسلم يعني لي الترند ذوقك. يكون ذو قيمه. ربنا يخليك. وان شاء الله باذن الله طول ما احنا موجودين يعني زي فضيله الشيخ اللي منورنا، راديو ربنا سكوب، يخليك. مستر احمد، ربنا مروه، حبيبي. الناس الحلوين دول هم اللي هيخلوا ان شاء الله حاجات حلوه تتبروز ان حبيبتي شاء يا الله. ساميه، انا سعيده جدا ان انت كلمتيني المكالمه الحلوه دي انا اسعد. ربنا يخليكي يا أسعد. ساميه، والله نورتيني. انا يعني فعلا البرنامج جميل والراديو كل برامجه في منتهى الجمال. حبيبتي يا ساميه ربنا يخليكي يا رب. أشكرك. نورتيني يا ساميه. وبرحب بيك شكرا. يا فضيلة الشيخ. ربنا يرفع قدرك، لي الشرف. منور الدنيا. عزكم الله. ربنا شكرا يبارك يا في عمرك. ساميه. شكرا ليكي يا حبيبتي. شكرا. الله يخلي حضرتك. ربنا مع يخليكي ألف يا حبيبتي. سلامة. مع الف سلامه يا ساميه. مع الف سلامه. اتفضل حضرتك. فإذا كان الترفيه هو الإسلام، الناس متخيلة أن المسلم ده قاعد بس كشر بقى يعني هو الهيئة المكشرة دايما. أبدا، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق، وكان أعباء الدولة فوق راسه صلى الله عليه وسلم، وأعباء الدعوة يعني الدعوة والدولة على مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن لا يقول إلا حق. مش المزاح اللي هو دلوقتي بالكذب والغش والمقالب بيسموها المقالب بقى، وايه، ويضحكوا عليها ويفرحوا بيها. وده حذر منه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير لما قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ثم ويل له. يعني أنا بعمل مقلب عشان أضحكهم، لا، مش مقبول. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا الله. وعشان الناس بتتهاون بالكلمة، يقول لك ده كلمة وأنا قلتها، ده أنا كنت بهزر، إيه يعني هو هنتحاسب كمان على الكلمة؟ ما هو سيدنا معاذ قالها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هو إنا لمؤاخذون بما نتكلم، حتى الكلام فيه مشكلة؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. على مناخرهم يعني عذاب بذل. شوف لما يترمى على مناخيره وتسحب على مناخيره في النار، لأن المنخار ده رمز للعزة والكرامة. لما تحط مناخيره في الأرض، مش في الأرض، في النار، ويعذب بهذه الهيئة. علشان إيه؟ كلمة كان بيقولها في الدنيا لا يلقي لها بالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة قالها
وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى يرفعه الله بها الدرجات. كلمة ترفعه درجات وكلمة توديه النار، وهو كان بيعتقد إن هي كلمة بسيطة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طيب معنى كده بقى ان احنا بنتحاسب على المتابعة دي، هل بقى المتابعة دي في ناس كمان بيبقى عندها فضول وتقعد بقى تدور على الخبر صح ولا غلط واشوفه هنا واشوفه هنا، ده بيعتبر تتبع عورات ولا ده طبعًا فضول؟ لا طبعا، هو شوفي حضرتك، هو المتابع ده مشارك في الإثم. ليه؟ لأنه في الغالب بيحط ايه التعليق بتاعه، او بيحط اللايك او الاعجاب بتاعه على الفيديو، وبيزود عدد المشاهدات. صح؟ وبالتالي هو بيكسب، صاحب الترند ده بيكسب مني وانا بتابع، مجرد المتابعة بس. فانا شريك له وان لم ادري شريك في الاثم اذا كان عمل. وطبعا العكس، لو هو في خير وانا بنمي الخير ده انا شريك في الخير. يعني الدال على الخير كفاعله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فانا مجرد متابعتي للترند اللي هو السيء المسيء ده بيجعلني شريك له في الاثم، والإنسان يحاسب على هذه الشراكة يوم القيامة. يعني الموضوع مش بسيط، يعني مجرد سكرول بنتفرج وخلاص. لا، مش بسيط فعلا. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم مش الزوجات أو الأزواج يعني، لا، لكن أمثالهم وأشباههم ومن عاونهم ومن ناصرهم. فمجرد ان انا بتابع الحاجات ديت بعلم مشاهدات وبحط لايك عليه، خلاص انا بقيت شريك الناس دي. وللاسف كما قالت اختنا اللي هي المتصله حاليا استاذه ساميه، وقالت ان بقينا نقول للاسف، لان دلوقتي شوفي ايه اللي بياخد الترند، التافه. طب الاعمال الطيبه اللي ما تلاقيلهاش مشاهدات بقت الناس للاسف. يعني هذا الذوق، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وهذه من علامات الساعة سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن الخائن وينطق الرويبضة. هذا التافه الذي يتكلم في أمر العامة، وتلاقي الناس تلتف حوالين هذه التفاهات ويقول لك لا. طيب احنا ممكن ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمزح ولا يقول الا الحق صلى الله عليه وسلم، لما قال للمرأة العجوز لا يدخل الجنة عجوز، فبكت المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم صادق في كلامه، لكنه فسر لها هذا بأنها ستدخل شابة في الجنة إن شاء الله. ما فيش حد عجوز في الجنة، ما فيش مريض في الجنة، ما فيش أي مشكلة في الجنة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. طيب البلوجر اللي بيعرضوا بقى حياتهم على الشاشات طول الوقت علشان يكسبوا بقى، في ناس بيقول لك ظروف الاقتصادية صعبة، تلاقيه فتحوا الكاميرا وهي بتاكل وهي بتشرب وهي بتشتري حاجاتها، دول عليهم ذنب؟ طبعا. يعني الفلوس دي تعتبر حرام ولا حلال، ولا دول موقفهم ايه؟ يعني شوفي، هو مش المشكلة ان انا اجيب فلوس وخلاص. وللأسف عندنا مثل فاشل بيقول الراجل اللي يجيب قرش. لا، ده مش حقيقة. الراجل اللي يجيب قرش من حلال فعلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ما لناش كلوا خلاص، ناكل وخلاص، لا، تحرى الحلال في أكلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، مش أي. وقال صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس زمان لا يبالي أحدهم من أين أخذ، أمن حلال أم من حرام. هو بياخده خلاص، هو عايز يكتسب ماله خلاص، والناس بتسعى لاكتساب الرزق. لا لا لا، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يريحنا قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس جبريل. يعني ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا مروة؟ الحمد لله بخير. مين معانا؟ أنا نورة إبراهيم. نورة، ازيك؟ عاملة ايه؟ كله جميل. منوراني يا نورة. انت اللي منورين بجد، وفضيلة الشيخ والبرنامج الجميل المنور. يا رب دايما كده بالإفادة علينا وعلى الشباب كلهم يا رب. يا رب يا نورة، ربنا يتقبل يا رب يا حبيبتي. ايه رأيك يا نورة في موضوع النهاردة؟ بتشوفي الترندات ازاي؟
الحقيقة بصي أنا بحس إن عارفة الشيخ طبعا يعني يفيدنا أكتر في الحكاية دي. الآية القرآنية فأما الزلت جفاء وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض. أنا بحس كده إن كلها رغاوي صابون، والناس للأسف لو جريت وراها هم هيفضلوا يلهثوا كده طول حياتهم ورا لا شيء. مظبوط حقيقي. فاحنا نحاول نحكم عقلنا ونحكم قلبنا ونجريش ورا كل حاجة، لأن اللي بيحصل دلوقتي بصراحة هبل فعلا حقيقة. فالشيخ بقى يسيبنا يعني بصراحة. بس أنا حبيت أشارك ربنا يخليك. وانا مبسوطة وسعيدة بمشاركتك يا نورة، نورتينا والله. شكرا ليكي يا حبيبتي، شكرا، مع ألف سلامة. مع السلامة. كنا بنتكلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيطمن كل إنسان على رزقه. ما هو إيه اللي بيخلي الإنسان يعني يتعجل الرزق من الحرام؟ هو الآن وخايف إنه هيجوع ومش هيلاقي يأكل، فبيدور على أي مصدر حتى لو كان حراما. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن روح القدس اللي هو جبريل عليه السلام نفث في روعي، يعني أوحى إلي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. سبحان الله. حتى تستكمل رزقها. فأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه من الحرام، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. طب ما يا شيخ في ناس يقولوا ما احنا مش بنعمل حاجة، يعني احنا مش بنعمل حاجة غلط، أنا واقفة بطبخ، أنا صورت حاجتي لما جيت، يعني في ناس أصلا مش عارفة هو غلط ليه. هل يعني الستر بتاع البيوت دوت مباح إن هو يتشاف؟ طبعا هو لو ما فيهوش يعني مناظر خادشة أو فيها حرام. ما هو في ستات بتلبس لبس اللي هو ضيق جدا وتحاول تتمشى وتتحرك وتعمل كده، فتثير غرائز لا الناس. في اللي هم بقى البلوجرات، انما اللي هي مثلا اللي بتعمل لو هي بتعمل عمل نافع، يعني بتعلم الناس ازاي الستات ازاي تطبخ مثلا او ازاي. لا هو مش نافع ولا حاجه، هم بيقعدوا يحطوا المحشي على في الصالون وياكلوا الحاجات اللي هي العاديه ديت، يعني اقل ما فيها اضاعه لوقت الانسان. ايوه وقت الانسان ده هو حياته. يعني تخيلي ان الانسان يوم القيامه كلنا هنندم على كل لحظه ضاعت من وقتنا في غير طاعه. يعني احنا هنتحاسب على الوقت اللي بيضيع. اكيد الوقت ده هو حياه الانسان. فانا كنت ممكن اشغل الوقت ده اللي انا قعدت اتفرج على الحاجه اللي ملهاش نفع ديت في ان انا اذكر الله عز وجل. يعني لو قعدت قلت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، الباقيات الصالحات اللي قال عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم من النار. قالوا يا رسول الله أمن عدو حضر؟ بيقول لهم خذوا جنتكم، يعني استعدوا ادخلوا الحصون، لكن مش من العدو، لا ده من النار. فقالوا طب نعمل ايه؟ قال قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات. يعني تأتي هذه الكلمات فتحوطك على الصراط يوم القيامة حتى لا تقع في النار بفضل هذه الكلمات البسيطة. خدت مني وقت قد ايه؟ من قال سبحان الله 100 مرة كتب له 1000 حسنة أو محيت عنه 1000 خطيئة. سبحان الله 100 مرة ما تاخدش معايا 3 دقايق لو قلتهم. بنضيع ساعات طويلة. أنا بقعد بقى شوفي. وبعدين مشكلة المتابعة الحاجات ديت إن أنا مش هشوف واحدة وخلاص. ده بعد ما دي تخلص هلاقي واحدة تانية وتالتة و10 وابص في الساعة الاقي نفسي سهرت وضيعت وقتي كله في. والمشكلة دي أصابت الصغير والكبير. شوفي من الأطفال لغاية الشيوخ، مفيش فئة مستثناة يعني. لا ده كلنا ابتلينا بهذا الابتلاء. وهذا الابتلاء أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه لما قال يا عوف اعدد 6 قبل الساعة أو بين يدي الساعة، في 6 علامات لو ظهرت اعرف أن القيامة اقتربت. ذكر منها وفتنة تدخل كل بيت ولا أظنها إلا هذا النت اللي دخل كل بيت. هل في بيت دلوقتي ما فيهوش نت؟ كلنا عندنا. فهذه الفتنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة أن هذه فتنة سوف تعم وتطم، ومصيبة وكارثة أقل ما فيها إضاعة الوقت. فعلا حضرتك حق. طيب احنا دركات الجمهور على موضوع الحلقة. في رسالة جات لنا من منال بتقول:
أنا بتابع روتين بلوجر مشهورة، كل يوم بتصور بيتها، لبسها، سفرياتها، الهدايا اللي بتجيلها. وللأسف كل ما بشوفها بحس إن حياتي ناقصة حاجة. جوزي بيعمل كل اللي يقدر عليه، بس غصب عني لما بقارن حياتي بحياتها بحس بضيق وحزن، لدرجة خلتني أفكر إني كمان أنزل يومياتي. بس جوزي رفض وهددني بالطلاق لو عملت كده، وأنا مش عارفة ولا فاهمة هو إيه الغلط في كده. اتفضل الشيخ سمير. طيب يعني شوف، هي حتى بينت جانب هو من الجوانب ان هتقارن دايما حياتها بناس تانيين. وطبعا مش مطلوب ان انا اقارن، يعني انا ربنا سبحانه وتعالى خلقني في هذا المكان بهذا الوضع، والحمد لله رب العالمين. احنا عندنا غارقون في نعم الله عز وجل. فالانسان لو هيبص للنقص هيلاقي مش هيستشعر نعم الله عز وجل عليه. احنا لو خدنا دي من باب التسلية بس، لو هي خدتها من باب التسلية دون أن تتأثر بيها، احنا بنقول ده من باب الترفيه المباح، طالما ما فيهوش خدش للحياة وما فيهوش يعني فضح أو كذب أو وما يكونش زي ما حضرتك بتقولي كده في إضاعة للوقت، يعني فترة بسيطة بحيث ما تأثرش عليا، تخليني أنام بدري، ما أسهرش طول الليل على الحاجات ديت، وضيع أوقاتي وعملي وصلاتي فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى أو فيما لا يفيد. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن أهل سقر قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن نطعم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وكنا نخوض مع الخائضين، أي حد بيتكلم في حاجة بنشارك فيها وهي ملهاش قيمة، يعني سواء كانت صح بقى أو غلط الدوشة وخلاص. لا لو صح ماشي، إنما لو حاجات تافهة، حاجات ما هيش مفيدة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع امرأة تقول يعني أبشر ابنها مات، فبتقول له أبشر بالجنة، فقال لعله قد تكلم فيما لا يعني. انت بتحكمي من هذه المتألية على الله، ذنب كبير قوي كده، ان مجرد ان انا اتكلم فيما لا يعني، فيما لا يفيد. يعني الانسان يتكلم فيما يفيد فقط، المسلم وإلا يسكت أفضل، الصمت أفضل. ليقل خيرا أو يصمت. نعم فليقل خيرا أو ليصمت. ربنا يبارك في عمرك. في بقى سؤال تاني من شيماء، بتقول أنا بشتغل في صفحة أخبار، شغلي إني أنزل أخبار المشاهير بس بطريقة تشد المشاهد، يعني أغير في ترتيب شوية كلام عشان الخبر يبقى كاتشي وريتش الصفحة يعلى. هل الشغل ده يعتبر حرام حتى لو الخبر فيه نسبة من الصحة بس الصياغة متغيرة شوية؟ المهم تغيير الحقيقة هو الكذب. ما هو العنوان لازم يبقى فيه تغيير حقيقي عشان الناس تدخل تتفرج. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقى الست عاملة ايديها كده وبتقول لابنها الصغير تعالى أعطيك، فقال ما كنت تعطيه؟ قالت تمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يجبن، المؤمن يعني يبخل، أما المؤمن لا يكذب. الكذب من أكبر الذنوب في الإسلام ونهى عنه الدين. فاحنا مش عايزين نوصل للمرحله دي، ولسه قايلين حديث بيبقى للاسف كمان فيها ساعات خوض في الاعراض واخبار بقى دي، ما هو دي الكارثه بقى، الكارثه والمصيبه الكبرى بقى. لو الخوض في الاعراض طبعا ده هندخل بقى في غيبه وفي بهتان اللي هو اشد من الغيبه، ان ينسب الانسان لانسان ذنب هو لم يرتكبه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. علشان أنا قلت عليه وهو ما عملش الكلام ده، لكن أنا عايز أوصل لمرحلة معينة من وصول الترند ده، فبقول أي كلام. لا، وبعدين نشر الفضائح، نشر أسرار البيوت، أو نشر العلاقات الزوجية بين الزوجين، حتى لو في أبسطي. أنا هقول لحضرتك موقف لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، فوالله ما طابت المجالس إلا بذكر الله تعالى وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح يزور بنته السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين، وهي كانت متزوجة من علي رضي الله عنه. فقال لها أين ابن عمك؟ أين زوجك؟ ما هو مش موجود في البيت. فقالت يا رسول الله حدث بيني وبينه شيء
فغاضبني فخرج ولم يقيل. حصل بينه وبينه شيء. شوف الكلمة شيء دي، ما قالتلوش المشكلة ايه، ما قالتلوش احنا اتخانقنا بسبب ايه، ومين بيتكلم؟ مين؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني هو اولا ابوها، ثانيا هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رئيس الدولة، وهو النبي من المرسل من رب العالمين. وكل سبب لوحده من الأسباب دي كافي إن هي تحكي له تفاصيل المشكلة. لكنها ماذا قالت؟ قالت حدث بيني وبينه شيء فغاضبني فذهب فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا عايزين نقول إن ما ينفعش نحكي ونشرح ونقول. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس من يفضي إلى زوجته وتفضي إليه، إن من أشر الناس يوم القيامة من يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم يصبح فيظهر سرها ويتكلم عن العلاقة. ده دلوقتي أصلا في برامج معمولة بتجيب الزوج والزوجة وكل واحد بقى يحكي مين اللي غلطان، والموضوع بقى صعب جدا. يعني كارثة والله، الموضوع كارثة بقى صعب فعلا ومشكلة كبيرة جدا. فاحنا نبقى حريصين جدا ان احنا نضبط هذه الترندات وهذه المنشورات وهذه البوستات بضابط الدين. لان انا هأسأل عن كل ده يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن ان احنا هنسأل ما يلفظ من قول، ما قالش ما يلفظ قول، لا، ما يلفظ من قول، من بداية ما يقال له قول. لو قلت نص كلمة هتحاسب عنها يوم القيامة وتسأل عنها يوم القيامة لما قلتها. ربنا يرحمنا برحمته. آمين. في بقى رسالة تانية بتقول من كام سنة شاركت بوست عن سلوك واحدة، وللأسف بعد كده طلع الموضوع كله كذب، وعرفت من فترة إنها بسبب الإشاعة اللي طلعت عليها جالها اكتئاب وتوفت، ومن يومها وأنا حاسة بذنب كبير قوي ومش عارفة أعمل إيه. الموضوع كبير. ما هو عدم التحري ده كارثة. ده احنا بنشوف ناس يعني مثلا بيكتب بينقل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي منتشرة قوي وهتشوفها قبل رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب. اللهم آمين. تلاقي من بشر الناس بهذا الحديث ربنا سبحانه وتعالى يغفر له مش عارف كم ذنب ويعمل كلام ما أنزل الله به من سلطان. يا سيدي قبل ما تنقل بوست تحرى. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته صدق الله العلي العظيم. أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأول قبل ما أنشر وأعيد نشر أتحرى الأول وأشوف وأسأل أهل الاختصاص. يعني لو مسألة علمية مثلا، مسألة طبية، مسألة أسأل لو هي صحيحة ممكن أنقلها وأنشرها. لو حديث أسأل أهل العلم أو أتحرى وأبحث عن صحة الحديث وأنشره. لكن إن أنا أنشره خلاص وأعيد النشر. أنا شايف لسه النهاردة واحد أعاد بوست بخصوص كانت حادثة قطار من فترة طويلة جدا وعمال ينشر الحقوا يا جماعة في حادثة الناس حتى وتعمل بلبلة وتعمل مشكلة. وعلى فكرة القانون جرم هذه يعني حتى الشرع طبعا جرم هذا كله لأنه كذب وخداع وغش ويخالف الحقيقة وجعل له عقوبة في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك القانون الوضعي كمان عمل عقوبة. كمان المشكلة ان يعني رسالة يعني دي كمان مشكلتها في حقوق العباد. يعني دي واحدة ماتت كمان هتسامحك ازاي؟ تخيلي بقى ان تسبب عملي هذا في كارثة زي ديت وان انسان. طب على رأي حضرتك حقوق الله عز وجل سهلة، إذا قلت تستغفر الله ربنا بيغفرها، إنما حق العبد صعب جدا. ربنا سبحانه وتعالى هيقول له خليه هو اللي يسامحك، ويوم القيامة ما حدش بيسامح. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فاحنا مش ناقصين ذنوب. لا فعلا. بالعكس احنا عايزين نتخلص من ذنوبنا، عايزين نروح لرب العالمين بقلب سليم إن شاء الله. اللهم أمين. في رسالة تانية بقى جاية لنا من شاب بيقول فيها أنا كان في واحد زميلي في الشغل بيغير مني فطلع عليا إشاعة وحشة جدا ونزلها على السوشيال ميديا، وللأسف ناس كتير صدقته، وبسبب الإشاعة دي خسرت شغلي وخطيبتي، ولحد النهاردة الناس بتفتكر إن الكلام بتاع الإشاعة ده كان صح، ومش عارف أرجع حياتي زي ما كانت تاني. فكرت كتير انتقم منه وأعمل نفس اللي عمله معايا، بس ضميري مش سامحلي،
ونفسي اعرف عشان ارتاح، اللي زي زميلي دول عقابهم ايه من ربنا؟ الإشاعات دي برضو من المصائب والابتلاءات اللي ابتلوينا بيها دلوقتي. والناس ما بتصدق تسمع إشاعة، بقت وسيلة أذية كمان، يعني بيبقوا قاصدين فعلا انهم يأذوا بيها. يعني اسهل حاجة بوست يتكتب كلمتين عن حد بيدمر حياته فعلا، بيدمر حياته. فتخيلي بقى ما يترتب على هذه الإشاعات الغير صحيحة، وما يترتب عليها من أذى. ده أكيد يعني ده لا عنده ضمير حتى. يعني لو ما عندوش دين، ما عندكش ضمير يا أخي. يعني هل ترضاه لنفسك؟ لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للشاب: أترضاه لنفسك أترضاه لأهلك؟ والإنسان لا يرضاه لنفسه ولا لأهله. طب ليه ترضاه للناس وترضى الأذى للناس ليه؟ والإنسان المسلم لا يؤذي أحدا أبدا، حتى لو مخالف في العقيدة. حتى المسلم من سلم الناس من لسانه. من سلم الناس، مش المسلمين، في رواية المسلمين، لكن من سلم الناس، كل الناس. وربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة أدخل رجل الجنة بغير حساب، وهذا الرجل لم تكن له حسنة واحدة، علشان عمل بسيط في الدنيا، واطلع الله عز وجل على قلبه فوجده لا يحب الأذى للناس. الراجل ده عمل إيه؟ مر يوما بغصن شوك يعرض في طريق الناس، فنزعه ونحاه، شاله، قال لا ده ممكن حد يدوس عليه يعوره. شوف، ده الموقف الوحيد اللي عمله في حياته خير، وكل أعماله سيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر الله له وشكر له، واداله شهادة تقدير كمان، علشان موقف بسيط لا يرضى الأذى للناس. إنما أنا أروح أشيع على الناس الباطل ودمر حياتهم، والآخر أروح أصلي وأروح والأخت تلبس النقاب وتلتزم وهي بتؤذي خلق الله. لا، انت فاهمة دينك غلط، انت فاهم دينك غلط. الدين الأخلاق، دين المعاملة، ده الأساس. ده العبادات كلها ما شرعت إلا لتحسين الأخلاق. يعني أنا بصلي وبصوم وأزكي وحج وأعمل كل الطاعات ديت مش عشان العبادة في حد ذاتها. ربنا سبحانه وتعالى غني عني وعن العالمين: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لكن ربنا عايز مننا إيه؟ طالما هو مش محتاج لعبادتنا فرضها علينا ليه؟ علشان نحسن أخلاقنا، عشان نعمل بعض معاملة طيبة، عشان ما نأذيش حد. لما جاء الصحابي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو ذر، وقال: يا رسول الله دلني على أبواب الخير. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أبواب الخير، وسيدنا أبو ذر يقول: فإن لم أستطع، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فلك به صدقة. ما بتعرفش تعمل خير أبدا، ما تأذيش حد وانت تبقى كويس. الموضوع محتاج صحوة فعلا. كلنا فكرنا بالبوست اللي هنشوفه ده هناخد من وراه ذنوب قد ايه، او سبحان الله ممكن تبقى حسنات برضو، سبحان الله. طبعا، ما احنا قلنا ان هو نعمة لو احنا استغلناه في الخير. أيوة. انا ممكن اكتب حديث، والله واحد كتب وانا ماشي دلوقتي لقيت على الجدار على حيطة كده واحد كتب: اذكر الله، وانا كنت غافل عن الذكر. اول ما شفتها سبحان الله والحمد لله. طب ده كتبها ومشى ونساه، ولا زال الخير بيعود عليه. انا هكتب بوست فيه اي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا بنأكد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اوعى تنقل حديث قبل ان تتثبت ان ده صحيح او حسن. يعني احنا ما ينفعش موضوع اي حاجه دينيه فننقلها وخلاص، لازم أيوة. نتحرى. مهم جدا جدا جدا. دي من الحاجات كمان الناس كتير بتقع فيها بدون قصد. صحيح. هي الحقيقه الوقت عدى بسرعه يا شيخ سمير، واحنا النهارده استفدنا جدا من حضرتك. ربنا يكرمك ويعزك ويزيدك يا رب من فضله. ربنا يرفع قدرك. في نهايه حلقتنا مش عايزين ننسى ندعي لاخواتنا المستضعفين في كل مكان في الارض، في غزه وفي السودان وفي كل مكان في الارض. ربنا ينصرهم يا رب. واستنونا في حلقه جديده وموضوع جديد من برنامج وصال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.